بنبتدي فيلمنا بروز اللي قضت 20 سنة في السجن وأخدت إفراج، وده كروس المسؤول عن مراقبتها وبيقول لها إنها لازم تلتزم بالتعليمات بعد خروجها من السجن، وإنها ما ينفعش تتعاطى مخدرات ولا تشرب كحول ولا تشيل سلاح ولا تحاول تتصل بعيلة القتيل. وبيوصلها كروس لمكان إقامتها وبنشوف واحد بيراقبها، وعرض عليها كروس شغل تغليف مواد غذائية واداها كارت عنوانهم، ووصلوا البيت وقال لها إنه كل يوم هيمر عليها الساعة 11. ودخلت غرفة لقت 3 ستات غريبة وشكلهم مريب جدا. وفي نفس الوقت بنشوف كاترين بتفتكر ذكرياتها مع أختها روز وبتعمل حادث وبتنتقل للمستشفى وأهلها بيزوروها. وبنشوف روز بتتكلم في التليفون وفجأة بتلاقي واحدة بتدور في حاجتها وروز بتضربها وتقول لها آخر مرة تلمس حاجتها. وروز ما تعرفش تنام وتفتكر اللي حصل لها قبل السجن وإن في ناس وشرطي عايز يخرجوها من البيت، وبتزعق عليهم واختها الصغيرة خايفة. وفي المستشفى